السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناه حلويات تيمه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طلبيه ديال الصابلي اللي فيها 4 ديال الشكيلات اللي كلهم ساهلين وبساط وكتقدروا تحضروهم في اسرع وقت. هاد الشكيلات اللي غادي نشارك معكم انتم كتشوفوهم كلهم واعرين في الحطه ديالهم والشكل ديالهم كيبان هائل، ساهلين وبساط. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخير. الى عجبكم ما تنساونيش في تعليقكم الزوينين وبلي لايك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجميع وصفات حلويات تيمه. وغادي نبداو على بركه الله. غادي نبدا بالعجينه ديال الصابلي. غادي نحتاجوا ليها 2 كيسان عنبه ديال سكر كلاصي ما يعادل 150 غرام، وغادي نحتاجوا 500 غرام ديال زبده حيوانيه او زبده سبيسيال، يعني الزبده ديال العبار وتكون ممتازه. وغادي نضيف خبيصه ديال الملح. غادي نخدم الزبده مع سكر كلاصي. الصابلي اللي كنخدموه بالزبده ديال العبار كيكون بنين ولذيذ، وحتى الثمن ديالو راه زايد، العكس ديال الصابلي اللي كنخدمو بزبده نباتيه. والصابلي دائما اللي كنخدموه بالزبده ديال العبار ما كنضيفوش عليه الزيت، لان الزبده ديال العبار كتكون ميدمه وما كنحتاجوش للزيت. ولكن الا خدمنا بالزبده النباتيه او لا بزبده مارغرين ضروري كنضيفوا الزيت للعجينه ديالنا، لان الزبده المارغرين او الزبده النباتيه كتكون ناشفه، العكس ديال الزبده ديال العبار. صافي انا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما خدمت الزبده مع سكر كلاصي، يعني كنخدم حتى كنحصل على خليط اللي كيكون كريمي. عاد كنضيف 2 معالق كبار ديال اللوز اللي كنفسخو كنقليه وكنطحنو. هاد اللوز اللي كيكون مقلي اولا محمر كيخلي الصابلي يجينا بنين ويجي خاطر في المذاق ديالو. وهنا كيف ما شفتوا معايا ضفت 4 ديال البيضات. صافي هنا كنخلط الخليط ديالي حتى كيتجانسوا ليا المكونات كلهما. هنا بالنسبه للوز اللي ما بغاتش دير اللوز كتقدروا تعوضوا بالكوك اولا بالنوازيط اولا بالبيستاش مطحون، يعني كيبقى على حسب الثمن باش غتخرجوا الصابلي ديالكم وعلى حسب باش بغيتوا تزوقوا الصابلي ديالكم. غير هنا الصابلي اللي كنخدموه بزبده سبيسيال يعني الزبده ديال العبار ما كنزينوش بالكاوكاو اولا كندخلوا فيه الكاوكاو، يعني دائما كيتخدم باللوز اولا باي حاجه اخرى من غير الكاوكاو. انا كيف ما شفتوا معايا ضفت معلقه كبيره ديال الجليكوز. هاد المعلقه الكبيره ديال الجليكوز هي اللي كتخلي الصابلي يبقى الشكل ديالو كيف ما هو، ما كيتبدل ما كيعوج ما كيتنفخش لينا في الفران. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا كنضيف الدقيق شويه بشويه. الدقيق هنا كنغربلو وكنضيف شويه بشويه. وهنا العجينه ما كندلكهاش، كنجمعها بالاطراف ديال الاصابع، يعني كيف ما كتشوفوا معايا دائما العجينه ديال الصابلي ما كتدلكش، يعني غير كنجمعوها كندخلوا فيها القدر الكافي ديال الدقيق. والعجينه هنايا ما خاصهاش تكون كتلصق في اليد وما خاصهاش تكون قاصحه، يعني غير كتجمع ليا العجينه وما تبداش كتلصق ليا في اليد. صافي كنحبس من الدقيق، كنجمع العجينه ديالي كنقسمها كنوضعها في البلاستيكه وكندخلها للمجمد. الا كنتو زربانين كتخليوها ترتاح 1 ساعتين في المجمد، الا ما كنتو زربانين خليوها تبات ليله كامله. هي من الاحسن تخليوها تبات ليله كامله باش كتحصلوا على صابلي اللي ناجح 100%. الا ما عندكمش الوقت كتدخلوها للمجمد وكتخليوها 1 ساعتين، عاد كتخرجوها وكتشكلوا الشكيلات اللي بغيتو. صافي هنا كيف ما غتشوفوا معايا غادي ندخل القدر الكافي ديال الدقيق في العجينه ديالي، غادي نجمعها وغادي نقسمها في البلاستيكات، غندخلها للمجمد. من بعد ما ترتاح 1 ساعتين غادي نخرجها وغادي نطلقها بين 2 بلاستيكات. وغنبدا بالشكل الاول وهو هذا ديال القلب. انا بالنسبه لهذا الطابع هذا ديال القلب غتلقاو اللي كيبيعوا على وزن الحلويات هو راه ماشي جديد، راه قديم، ولكن راه غتلقاوه راه كاين موجود. الشكل ديالو كيجي واعر وكيجي زوين. غادي نطبع العجينه ديالي. هنا العجينه طلقتها رقيقه ما خليتهاش غليظه لان الصابلي غادي نلصقو، يعني الا كنا غنلصقوا الصابلي راه كنرققوا العجينه ديالنا، وإلا كنا ما غنلصقوش راه كنخليو العجينه ديال الصابلي غليظه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحط الصابلي ديالي في الطاوه اللي كنفرش فيها الشبكه اولا السيربات الخاص بالصابلي. صافي هنا من بعد ما غادي نعمر الطاوه غادي نمشيو باش نحضروا الشكل الثاني.
هنا بالنسبه للشكل الثاني غادي نطبعوا بهذا الطابع هذا. هذا الطابع هذا حتى هو راه جديد، غتلقاو اللي كيبيعوا على وزن الحلويات. كنطبع العجينه ديالي وكنحط الصابلي ديالي فوق من السيربات اولا الشبكه. انا بالنسبه للشبكه ديال الصابلي ردوا ليها البال، راه كاينه واحد الماركه مزيانه وواحد الماركه عيانه. الماركه العيانه راه كتلقاوها بثمن رخيص، والماركه المزيانه راه الثمن ديالها 200 درهم. وهي هذه باش انا خدامه. يعني الا مشيتو عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات هما راه كيقول لكم ها اللي مزيانه وها اللي عيانه، وراه من الثمن كيبان لكم الفرق. العيانه راه الثمن ديالها 80 درهم حتى 120 درهم، والماركه المزيانه الثمن ديالها راه كيبدا من 180 حتى 200 درهم. يعني كل واحد والثمن باش كيبيع. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نعمر الطاوه ديالي وغادي نمشي باش نطلق العجينه اللي غادي نطبع بطابع دائري. وهي هذه كيف ما كتشوفوا معايا. هنا من بعد ما طبعت العجينه ديالي بقطاع دائري مشنف، ستفت الصابلي ديالي فوق من الطاوه وغادي نعاود نطبع بالبوق كيف ما كتشوفوا. وهنا اللي عندكم طابع صغير طبعوا به. هنا كنطبع الصف الاول، الصف الثاني كنخليه وكنعاود نطبع الصف الثالث وكنبقى غادا. يعني واحد الصف كنخليه وواحد الصف كنطبعه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نزول العجينه اللي طبعت بالكيغدون وكنبقى غادا بنفس الطريقه كنزول العجينه كلها. هي غادي ندخل الطاوه للفران، والفران دائما كنسخنو من قبل. ملي كنبغي ندخل الطاوه كنقص درجه الحراره. الا كنت غنطيبو في الفرن الكهربائي كنخلي درجه الحراره على 150 درجه. كان الفرن العادي اولا الفرن ديال الغاز عافيه مهيله. وغادي نمشيو باش نطبعوا الشكل الرابع. انا بالنسبه للصابلي او العجينه ديال الصابلي باش خدمت دائما كنشاركها معكم، غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. العجينه ديال الصابلي العاديه اللي كنخدم كنضيف عليها معلقه صغيره من مسحوق الكاكاو المر البني ماشي الاسود باش كنحصل على هذا اللوين هذا. يعني العجينه ديال الصابلي العادي ديالكم اللي كتخدموا كتضيفوا عليها معلقه صغيره من مسحوق الكاكاو المر. انا هذه العجينه هذه كانت عندي في المجمد، خرجتها خليتها حتى طلقتها وطبعتها بطابع اوفال. صافي هنا غادي نستف الصابلي ديالي في الطاوه وغادي ندخلو للفران وغادي نمشيو باش نحضروا التلصيقه اللي غنلصقوا بها الصابلي ديالنا. وغادي نبداو بالتلصيقه ديال الرمان. غنحتاجوا ليها الكاس ديال النباج. الا ما عندكمش غتعوضوه بالكاس ديال المربى يكون خاص بالحلويات. نصف كاس ديال سنيده او حبيبات السكر ما يعادل 75 غرام. وغادي نحتاجوا راس معلقه من النكهه ديال الرمان. صدقوني هاد التلصيقه كتجي خطيره بالمذاق ديال الرمان. وغادي نضيف هنايا معلقه صغيره من الجليكوز واللي ضروري منه باش التلصيقه تنجح معكم. غادي نشعل على الخليط ديالي وغادي نخليه تيغلى مزيان. كنطفي عليه وهانتوما كتشوفوا القوام ديالو. انا غادي نخلي الخليط ديالي تيبرد تماما عاد غادي نلصق به الصابلي. هاد التلصيقه كما قلت لكم بنينه لذيذه وكتجي خطيره وما كتسيحش لينا من الصابلي. ملي غادي تبرد غادي تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيكون. هي غير كتبرد كتقصح وبنينه ولذيذه. يعني الا ما عندكمش النكهه ديال الرمان غتعوضوها بالنكهه ديال الفرامبواز او الفريز على حسب الاختيار ديالكم. هانتوما كتشوفوا هنا ملي بدات كتبرد راه بدات كتقصح. يعني كما قلت لكم ما كتسيحش. صدقوني تلصيقه ناجحه بنينه ولذيذه. صافي هنا غادي نخليها جانبا تبرد واحد شويه. عاد غادي نلصق بها الصابلي ديالي. هي قد ما بردات راه كتقصح. صافي هنا من بعد ما بردت ليا التلصيقه كنلصق الصابلي ديالي. كناخذ واحد شويه من التلصيقه كنحطها فوق من الصابلي. ودائما الجهه اللي فيها الزوقه ديال السرباط هي اللي كتكون الفوق. وانتم كتشوفوا الصابلي ديالي كيفاش كيبان الشكل ديالو. صابلي ساهل بسيط واللي مهم كيجي بنين ولذيذ. غادي نعاود معكم واحده اخرى. كناخذ الصابلي وكنوضع واحد شويه من التلصيقه ما كنكثرهاش وكنحط الصابلي من الفوق. وهانتوما كتشوفوا الشكل ديال الصابلي يعني شكل هائل. وهنا بالنسبه للتزيين راه كتزينوا باللي بغيتو. انا غادي نوضع القليل من الجليكوز في الجناب وغادي نزين بالعقيق. وغادي نمشيو للشكل الثاني. عندي هنا كيف ما كتشوفوا الفويتين
وهنا كناخد واحد شويه منه كنوضعو في السيليكون، يعني ما كنكثرش. انا بالنسبه لهذا الفويتين هذا راه صنع منزلي، غنحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. يعني الفويتين اللي حضرته في البيت كيطيح لكم اقتصادي ورخيص. وهنايا غادي نعمر السيليكون ديالي بالشوكولات. انا كيف ما كتشوفوا معايا ما كنكثرش الشوكولات، كندير جهد معلقه صغيره، يعني ما كنكثرش. هانتوما كتشوفوا صافي. هنا من بعد ما كنعمر السيليكون كنحركو واحد شويه غير باش كيتقاد ليا الشوكولات فوق من السيليكون. يعني كيف ما كتشوفوا معايا غادي نخليه جانبا وغادي نمشيو باش نلصقوا الصابلي. هنا بالنسبه للصابلي غادي نلصقو بالتلصيقه اولا بالفوغاج ديال الشوكولاط والناباج. هنا كندير 100 غرام ديال الشوكولاط الاسود، كنضيف عليه 50 غرام ديال الناباج، كنشعل عليه حتى كنحصل على تلصيقه اللي كتجي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. وكنلصق الصابلي ديالي كيف ما كتشوفوا صافي. هنا من بعد ما كنلصق الصابلي وكيقصح ليا الشوكولات، كنزول الشوكولات كيف ما كتشوفوا اولا لي موتيف ديال الشوكولات وكنلصقهم بالشوكولات الاسود. يعني كنوضع واحد شويه من الشوكولات الاسود وكنلصق به لي موتيف ديال الشوكولات. وغادي نمشيو باش نحضروا الفوغاج او التلصيقه اللي غنلصقوا بها الشكل الثالث. غنحتاجوا 200 غرام ديال الشوكولاته ابيض. انا هنايا خدمت بالشوكولاته عادي، خدمت بكالا. وغادي نحتاجوا 100 غرام ديال الناباج، كنشعل عليهم وكنخليهم حتى كيذوبوا مزيان، يعني حتى كيذوب لينا الشوكولات والناباج. يعني نتوما كتشوفوا كنبدا كنحرك وكنخلط. يعني الا بان لكم الشوكولات قصاح ما تخافوش، راه مع التحراك راه غادي تحصلوا على خليط اللي كيكون لين بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا صافي. هنا كنطفي عليه وكنضيف ساشيه من قهوه سريعه الذوبان والقليل من باط تيراميسو او عجينه التيراميسو. صدقوني هاد التلصيقه كتجي خطيره بنينه لذيذه بعجينه التيراميسو. وتقدروا نتوما هنايا تضيفوا اي باط بغيتو اولا اي نكهه على حسب الاختيار والرغبه ديالكم. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نلصق الصابلي ديالي بالتلصيقه ديال التيراميسو. هانتوما انا كتشوفوا التلصيقه ديالي ملي بدات كتبرد راه بدات كتقصح. انا هنا غادي نلصق الصابلي ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. وهنا الا بردات التلصيقه وقصحت لكم راه كتعاودوا تدفيوها في حمام مائي وكتعاودوا تخدموا بها، هي راه غير كتبرد كتولي قاصحه. صافي هنا كنلصق الصابلي ديالي كيف ما كتشوفوا. وانتم كتشوفوا التلصيقه ديالي راه كتبان لكم راه ولات قاصحه، وكما قلت لكم كتدفيوها اولا كتطلقوها في حمام مائي وكتعاودوا تخدموا بها. انتم كتشوفوا راه ما كتسيح ما حتى حاجه. صافي هنا غادي نزين الصابلي ديالي. هنا كناخذ واحد شويه من نيسلي كندهن به النصف ديال القلب ديالي اولا الصابلي ديالي وكندوزو من شوفان كراميليزي. انا بالنسبه لشوفان كراميليزي كنت شاركته معكم، غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. شوفان كراميليزي كيجي بنين لذيذ وكيخلي الصابلي يجي خطير في المذاق ديالو. صافي هنا كما كتشوفوا كنشكل وريضات بعجينه اللوز اولا بات داموند اللي كنضيف عليها القليل من مسحوق الكاكاو والمر، وغادي نثبت الوريضات بالقليل من الجليكوز. وهانتوما كتشوفوا الشكل ديال الصابلي ديالي، الشكل ديالو كيبان هائل. وغادي نمشيو للشكل الرابع والاخير. انا عندي هنايا شوكولات اسود. هنا كناخذ الصابلي ديالي من بعد ما كنلصقو بالتلصيقه ديال الشوكولات الاسود والناباج. هنا غناخذ الصابلي ديالي وغادي نغطسو بشكل مايل كما كتشوفوا، يعني كنغطسو في الشوكولات بشكل مايل. وهنا كنسوسو باش كنزول الزائد اولا الفائض اللي عندي ديال الشوكولات الاسود وكنحطو وكنبقى غادا بنفس الطريقه. وعندي هنا كما كتشوفوا معايا معلقه كبيره ديال الناباج مع معلقه صغيره ديال الجليكوز كنخلطهم مزيان. وعندي هنايا لوز مكاصي اولا مهرمش يكون محمر. هنا كناخذ الصابلي ديالي كندهنو بالخليط ديال الناباج والجليكوز، يعني ما كنكثرش، كندير غير واحد شويه، يعني كندير واحد شويه باش غادي نثبت لوز مهرمش. وهنا بالنسبه للتزيين راه كيبقى لكم الاختيار، كتزينوا باللي بغيتو على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم في البيت.
انا ما كنكثرش اللوز، كانت غير واحد شويه كنسوسو. وانتم كتشوفوا الشكل ديال الصابلي ديالنا، انتم كتشوفوا الشكل ديالو كيبان هائل وكيبان زوين. الشكيلات اللي شاركت معكم اليوم شكيلات ساهلين بساط وراقين في نفس الوقت. كنتمنى نالوا الاعجاب ديالكم، وبغيت نجاوب بزاف ديال المتابعات والاخوات اللي كيتسائلوا وبقاو مشطونين من جهتي فين وصلت القضيه ديالي، واش طلقت ولا باقي، واش خرجت من الدار او لا. والسبب اللي خلاني نغيب عليكم هذه المده هذه، انا السبب اللي خلاني نغيب على القناه وقوه الخدمه اللهم بارك. يعني كتعرفوا في رمضان والعواشر كتكون خدمه كثيره، كانت عندي الخدمه وحتى في العيد ومورا العيد كانوا العراسات وكانوا صحاب العمره، وكتعرفوا التصوير راه كيدي الوقت ومونتاج، ويعني ما كنساليش. هذا هو اللي خلاني نغيب على القناه، ولكن الحمد لله دابا غادي نرجع لقناتي كما كنت. وبالنسبه للناس اللي كيتسائلوا واش انا طلقت، انا ما طلقتش لحد الان. الطلاق راه ما كاينش، نهار انا نطلق راه غادي نخرج وغادي نقولها لكم. والدار انا راه باقه في الدار، مازال ما خرجت من الدار لحد الان، انا راه باقه في داري. نهار نخرج من الدار ضروري غادي نشارك معكم وغنقول لكم فين مشيت، وغادي نقول لكم شنو يعني اللي وقع عندي في الحياه ديالي والجديد اللي عندي. يعني اي حاجه وقعت لي راه ضروري غادي نشاركها معكم. واطلق الناس اللي كيتسائلوا كيقولوا لي لا راه كيقولوا لنا ولا راه سمعنا بانك طلقتي، لا ما طلقتش ومازال ما طلقتش. نهار يكون طلاق ضروري غادي نعلمكم، والقضيه كلهم راه باقيين كيف ما هما. نهار يكون شي جديد ضروري غادي نشاركوا معكم، غادي نشاركوا مع المتابعين العزاز اللي دائما كيتابعوني وكيسولوا عليا من بعيد ومن قريب على خطكم عليا. نتوما راكم عزاز وغاليين. صافي كما كتشوفوا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، الى الفيديو القادم بحول الله.